كل سنة وانتم طيبين. هنتكلم بقى على الفيديوهات النهاردة عن الحي 17 25 34 35 36. هنتكلم نظام الاقساط ايه، وايه اللي اندفع وايه اللي لأ، والاراضي ديت على طريق ايه، طب حلوة ولا لأ، فيها مباني ولا ايه، دخل فيها المرافق ولا لسه. هنتكلم في كل الحاجات دي. الاول خالص اللي كانت مباني ده كله ال17 الاول. عايزه اقول لكم ان الطريق ده كله، القطعه دي كلها على طريق ابو حماد. ده امتداد ابو حماد، انا رايحه طالعه كده على امتداد ابو حماد. الاراضي حلوه قوي. ده كله لسه ال17. زي ما انتم عارفين ان ال17 نسبه المباني فيه 10%. بعد ال17 ال25. ال25 قطع 206. ال17 الاول زي ما احنا قلنا قبل كده كل القطع اللي فيه 800 و500 فما اعلى. ماشي. لكن ال25 قطعه 209 و276. طب ال25 حلوه، حلوه ومستقبلها حلو قوي قوي. دي داخله اهيت كده لطريق لسوري. الدخله دي كانت داخله راحه على ال17 وال25 اهيت. شايفين نسبه ال25 مباني فيها لسه قليله جدا، محدش سكن جوه. شايفين خالص، انا شايفه ان مفيش حد سكن في ال25 لسه خالص غير البيوت اللي على الطريق. طب بيكلمني ناس عايزين نشتري اراضي، ممكن ناخد في ال25 سوري في ال25 ولا 33 وال32. انا من رايي ال25 لها مستقبل احلى، رغم ان ال33 وال32 في وش ال25 مع يعني فرق بينهم الطريق وجوه شويه. لكن شايفين ال25 المباني بدات فيها. الاول حطوا لايك ما تنسوهوش، واشتركوا في قناتنا عشان هنكبر مع بعض، عشان اكتركم بيتفرج على الفيديوهات وما بيشتركش. فاشتركوا في القناه، مش هيضركم في حاجه يعني، واعملوا شير للفيديو عشان اكبر عدد يشوفوا. لو في حاجه اسالوا في الكومنتات. شايفين البيت دوت مشطب اهوت، ده 276 على الطريق. انا عاجبني قوي قوي ال25 كمان، رغم انها لسه ما كملتش مباني، هي لسه بادئه. بس بصراحه مستقبلها حلو قوي انها على طريق ابو حماد كله. انا بس مستصعبه انها بينها وبين ان انا عشان اروح جوه العاشر من جوه الموقف القديم اللي هو في الاردنيه، بيني ومن ال25 للاردنيه حوالي 10 ل 13، من 10 دقائق ل 13 دقيقه. هتقولوا لي كتير، والله ما كتير، مش فارقه. بصوا مش فارقه، وبينك وبين الموقف الجديد حوالي 7 دقائق. شايفين ده كله ال25. ونبدأ بقى ال34 وال35 وال36. ال34 الطريق قاسمها عند هناك بقى، وانتوا داخلين على المزارع بتاعت ابو حماد. مش دخلنا على ابو حماد قوي، بس انتوا شايفين ده كله، كل دوت على الطريق اهوت. الاراضي دي كلها يبقى ال17 ال25 34 وال35 وال36 كلها على طريق ابو حماد. فهي تبقى تحسوا انها تبقى دولة تانية، يعني بصوا حاجة تانية لوحدها في مكان تاني غير العاشر القديمة. يعني هتبقى غير العاشر القديمة اهوت كده. هنا الطريق هيبدأ هنا فاصل لكم الأراضي من بعضها، فاصل ال34 على ما أعتقد. ال34 هتبقى فيها المجاورة 6، فيها 508 متر مدفوعة، لسه فيها قسط واحد بس. فيها أراضي، الأراضي هناك دلوقتي عاملة من 700 ل 750. لا مفيش حاجة لسه 750 بس. بتباع في المجاورة دلوقتي ال34. تتفرجوا أنا هقول لكم. دي كلها ال 34 وال 36 وال 35 هنتكلم عليهم دلوقتي واحنا ماشيين فيهم كده. شايفين الطريق قاسمهم ازاي. فالمجاورة ال 34 فيها قطع 508 مدفوع فيها قسط واحد بس. فيها أراضي بتتباع من 700 ومن 680 ألف. طبعا القطعة ما بتكون فين، وفي أعلى طبعا لو على الطريق. طب والمجاورة 36 فيها برضو 276 و 209. في المجاورة ال 36 مدفوع فيها 3 أقساط. فيها أراضي بتتباع، في أرض حتة حلوة قوي 276 صاحبها طالب فيها مبلغ حلو برضو. يعني المبالغ هنا يعني بصوا عامله من في هناك من 500 وانتوا طالعين و600 و550. طبعا زي ما قلت لكم برضو مكان الارض هي لسه ما دخلش فيها اي مرافق، هي بس لسه كل اللي فيها مكان الارض. بس في ناس طلعت جواب حفر في ال35 و 36. في ناس طلعت فعلا جواب حفر ورخصه. الناس اللي لها اراضي هناك هم لسه فعلا ما رصفوش الطرق جوه، بس هم هيشتغلوا فيها قريب. هي بس فيها قطع الاراضي، يعني بصوا اللي هو اليوفط الصغنونه اللي مكتوب عليها ارقام القطع دي، لكن ما اشتغلوش لسه في مرافق فيها. بس في فعلا ناس لانها دافعه 3 اقساط في ال35. مدفوع 3 اقساط فيها كلها ال35 و 36. ال34 هي عشان مميز فبالدفع لسه مدفوع فيها قسط واحد بس. ماشي. فزي ما قلت لكم اهو شايفين الطريق فاصل ال 34 وال 35 عن بعضهم. ماشي. او بين ال 34 بس الطريق فاصل هنا المجاورات ديت عن بعضها. انا لحد دلوقتي انا مش عارفه اماكنهم بالظبط فين، بس انا عارفه ان دي ال 34
وال35 وال36، والطريق فاصلهم عن بعض. ده طريق ابو حماد، شايفين هناك قطع قد ايه؟ على الشمال واليمين قطع، وكل القطع دي كلها لسه بس فيها الارقام بتاعتها. الاسعار فيها زي ما قلت لكم ان ال 34 الاسعار فيها بتبدا من 700,000 في ال 500 فما اعلى، واللي ب 740 وب 700 تبع مكان المجاورة. ده كله مزارع الجيش. و36 دفع 3 اقساط في 276 وال 209. بس ال 276 مطلوب فيها من 600 و 550 لو حد عايز في اراضي. لو حد عايز يبيع مفيش مشكله. عندنا مكتب هندسي لتخليص لو حد عنده قطعه في الاراضي دي، او عنده قطعه عايز يخلص جواب الحفر والرخصه. عندنا مكتب هندسي، وعندنا مكتب كمان مقاولات، يعني بنطلع من الرخصه لحد ما نبني لكم. هحط لكم الرقم البحراوي، وفي رقم فوق في لمحه رقمي. اللي محتاج اي حاجه، عندك حته ارض عايز تبيعها، عايزين تشتروا ارض، عايزين تبيعوا بيت، عايزين تشتروا بيت، كلمونا هنبيع لكم ونشتركم ان شاء الله. عايزين تطلعوا جواب رخصه وحفر، عايزين مهندس يقف لكم يشرف لكم على المبنى بتاعكم، موجود عندنا. يعني الحمد لله بفضل ربنا، وعاملين شغل كتير في العاشر الحمد لله. هنيجي بقى المجاوره 35 برضو، فيها مجاوره 1 ومجاوره 2، فيها 276 و 209. مجاورة 1 ومجاورة 2 بتهيألي 209. فيها 209 برضو فيها أراضي مطلوب فيها من 480 ومن 450 تبع برضو ما صاحب القطع عايز فيها. وفي قطع عاملة 480 ألف في 276 على فكرة، 470 ألف لو حد محتاج أراضي هناك. فأنا شايفة إن الأراضي دي كلها على امتداد أبو حماد هتبقى حلوة قوي. يعني أنا شايفة إنها تبقى حلوة، مستقبلها حلو. بس دي بقى الصحراء، فاهمين الناس اللي بقى بتقعد تقول صحراء صحراء؟ هي دي بقى الصحراء بجد. ده كله امتداد ابو حماد. انا دخلت كده على في وسط مزارع الجيش اهوت، الارض كانت ورا، فدي اللي صحراء بجد. بس عايزه اقول لكم مفيش حاجه في العاشر اسمها صحراء. سنه او سنتين الناس هتبدا تبني فيها، اما بس المرافق بتاعتها تدخل. هو بس دلوقتي كله الناس بدات تطلع جواب الحفر والرخصه بتاعت المباني، فده حاجه كويسه. الناس بدات تشتغل في الحاجه دي. اول ما بيطلعوا الرخصه وجواب الحفر، بعد كده اول ما بس ما يبقى فيه العرب يبداوا يقعدوا مثلا، او الجهاز كمان يبدا يحط، بس يبدا يظبط طرق، بس إن الناس تعرف تدخل جوه وتعرف اراضيها بالظبط فين وتبدا تبني. هيبدا الناس تبدا تبني بسرعه كلهم، وهيبقى المباني فيها سريعه جدا. فهي بس عيبها انها بعيده عن العاشر القديمه، يعني جوه البلد كتير فرق كتير. اهو شايفين دي كلها مزارع الجيش. طبعا من الظهر كده بتلاقوا عربيات الجيش دي موجوده قدام المزارع دي، بتبيع كل انواع الخضار. وفي منهم عربيات بتبقى موجوده في الاردنيه بتبيع برضو منتجات الجيش ديت، اللي هي الخضروات كلها، واسعار حلوه قوي على فكره. انا بجيب اوقات منها. فبصراحه الاراضي دي حلوه، ما تستعجلوش عليها. اللي عنده قطعه ارض وخايف وعمال يقول لك انا صحراء انا هرمي هبيع، ما تخافوش. كل العاشر كانت كده، الناس اللي بتخاف تبني، والناس اللي بتخاف تشتري، والناس اللي بتخاف من اراضيها وبتبدا تبيعها. والله انا كنت في ال15 من 3 سنين بالظبط كانت ارضي، يعني فين وفين عم الاقي حد باني جنبي، وما شاء الله شفتوا الحي ال15 روحوا اتفرجوا عليه قاعد عامل ازاي دلوقتي. لو عايزين تسالوا في اي حاجه اسالوني اكتبوا لي في الكومنتات. حابين تشتروا حابين تبيعوا كلمونا، رقم البحراوي موجود في اول الفيديو. اي استفسار برضو سالوني عليه. اتمنى ان اكون